السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كلكم بخير. اول رحلة معانا النهاردة في المنصورة الجديدة، هنلف المكان سوا ونشوف شكله عامل ازاي على الطبيعة، وفي اخر الفيديو هنقيم المكان من حيث النظافة والامان والاكل والشرب والايجار، واهم حاجة هل هو مناسب ومجهز لمستخدمي الكرسي المتحرك ولا لا. خليكم معايا للنهاية ويلا نبدأ الرحلة. نيجي للتقييم في رحلة على كرسي. التقييم عندنا 5 عناصر، كل عنصر هنقول من 1 ل20. النظافة، المكان هنا كويس مش وحش، ممكن نديه 15 من 20. الأمان، المكان أمان بشكل كويس رغم من الوقت بتاع التصوير الحالي احنا في عز الشتاء مش في الصيف، فهنقوله 15 من 20. رغم كده في أمان وفي أشخاص حراس على المباني هنا، فموضوع كويس مش وحش. الاكل والشرب، المكان هنا مستوى سياحي متوسط، يعني هو لا غالي قوي ولا رخيص قوي، ممكن نقول 12 من 20 كويس. الايجار بصراحة دي اصعب حاجة هتكلم عنها. الاسعار هنا مبالغ فيها بشكل رهيب قوي، في نفس الوقت المباني مش مجهزة للكراسي المتحركة. يعني انا دلوقتي علشان اجر بالنسبه لي الموضوع هيكون شق. يعني انا بالنسبه لي لو هروح بالعربيه وارجع تاني افضل كتير من اني اجر هنا، هيكون الموضوع صعب خالص. فده الموضوع صعب قوي. فانا اتمنى من الملاك اصحاب الفيلل اللي هنا ان هم ياجروا للاشخاص المستخدمين الكراسي المتحركه، وارجوكم يكون الايجار خفيف شويه، لان الفيلل طبعا واطيه واقدر اخش بيها بالكرسي واطلع. فالموضوع بالنسبه لي لو اجرت فيلا هيكون شيء مناسب، بس انا عارف ان هو صعب، بس اتمنى ان هو يكون متوفر. فهندي للمكان 8 من 20. جينا لاهم حاجه عندنا، تجهيزات الكرسي المتحرك. التجهيزات هنا كويسه، وده شيء نادر جدا مقارنه باماكن كتيره انا رحتها. فانا شايف المكان لحد ما مش وحش، في رمبات كتيره، الممشى ممتاز وكويس. يعني انا بصور دلوقتي ورايا البحر على طول. اعتقد شويه البساط دمت ممكن اي حد يزقني بالكرسي ده، شايفه شيء مناسب جدا وحاجه ممتازه. فهنقوله 15 من 20. وفي الاخر التقييم مش مجرد ارقام وبس، التقييم احساس وتجربه حقيقيه، ولو المكان مناسب للكرسي هيكون مناسب للكل. دي كانت رحله على كرسي، واستنونا في رحلات اقوى واقرب للحياه. يلا سلام.